السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هعمل لكم كفتة الرز، بس من غير زيت خالص، حاجة كده صحية وان شاء الله هتعجبكم الطريقة. انا عندي نص كيلو رز مغسول ومصفي كويس، هحط عليه معلقة فلفل اسمر، معلقة كمون، شوية ملح، معلقة صغيرة نعناع، وبصل على طول، وقرن فلفل اخضر وخضره. بس القرن الفلفل الاخضر والخضره جبتهم انا ومشة وعملتهم عند الجزار. ادي بقى الجزار بتاعي كده، حاجته زي الفل. خدها لي فرمها لي، اديها لي وشين كده بقت ناعمه تمام. لما بقى روحت بحطها في التلاجة اهي كده، لغايه ما مسكت نفسها شويه، طبق فيه شويه زيت وابتدي اصبع بقى صوابع الكور اللي انت عايزاها. بس جميله جدا، طعمها حلو. انا مع الجزار ده بقالي سنين وحاجته بمنتهى الجمال مضمونه. تمام كده زي ما انتوا شايفين، هخلص كل الكميه اللي معايا دي وارجع لكم تاني. يلا كده بقى حبايبي، انا جبت اي حله قديمه عندك، طالما هيبقى فيها ميه مغليه باي حله قديمه ماشي. هخليها ميه تغلي واحط مصفى واحط الكفته. هغطي بقى الصينيه المصفى، كل شويه بقى هقلبها كده، انت هتلاقيها استوت معاكي ومسكت نفسها. بصوا حاجه كده في منتهى الجمال، كاني محمراها بالظبط. بس دي صحيه وما فيهاش زيت كتير، كفايه الزيت اللي في التسبيكه والزيت اللي في الرز. تمام اهو زي ما انتوا شايفينها كده، بصوا جامده وجميله جدا. هعمل بقى الكميه كلها بنفس النظام على البخار، وهكون بقى عندي بصله يا دوب كده دخلت في التشويحه، مع معلقه ثوم مع قرن فلفل حامي تمام. وبعد كده احط شويه فلفل اسمر عشان ادبل البصله. احط معلقتين كبار صلصه، واحط عندي قوطه كانت مسبكه، شويه فلفل اسمر مكعب ماجي، شويه كمون، ملح بس. متحطش اي بهارات تانية خالص في الكفته، نفس البهارات اللي في التسبيكه هي اللي في الكفته عشان تديكي نفس التست ونفس الطعم. متحاوليش تحطي حاجه مختلفه عن التانية. تمام هنا كده اتسبكت عندي، شايفين الكفته حاجه كده عظمه وجميله اهي، بدون اي حاجه على البخار بس. ولو كلتيها كده من على البخار بس، طعمها في منتهى الجمال من غير صلصه. هزود بقى الكفته بتاعتي شويه ميه والملح، مكترش الملح لان هي اصلا الكفته نفسها فيها ملح. خلاص كده الكفته خلصت معايا، وعندي شويه شعريه حلوين، وادي شويه رز، شويه ملح بقى، شويه فلفل اسمر لو انت حابه، مكعب ماجي لو انت حابه. وظبطي بقى ميتك وكده خلاص استوى معايا تمام. اهو زي ما انتوا شايفين كده بقى الرز طالع جميل مفلفل اهو. والكفته بصوا بقى، الصباع زي ما هو، بسم الله ما شاء الله، جميل وهتعجبكم أوي الطريقة ديت، وموفرة واقتصادية وصحية كمان. اهو زي ما انتوا شايفين، بصوا الصباع معايا ازاي، بصوا بكسره ازاي، ولا مهري معايا ولا اي حاجة. يا رب اكون فدتكم بأي معلومة بسيطة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.